عزيزي المستمع، الليلة هنعرف ونكتشف السر ورا ظهور القرين والبابا. وعشان تعرف عزيزي المستمع نهاية القصة أنصحك إنك تسمع الأجزاء الثلاثة. ودلوقتي يلا بينا نخوض في عالم القرين. بتتفق ناردين مع صلاح إن هم ما يورطوش نفسهم مع الشرطة، لأن هم خافوا إن هم يتهموهم بجرائم القتل اللي حصلت في فيلا نجوى. وبيروحوا المستشفى عشان ناردين كانت في حالة يرثى لها، كانت بتعاني من إصابات كتيرة، وقدروا يقنعوا المستشفى إن هي وقعت من على السلم وهي شايلة لوح من الإزاز. بعدها بيدور حوار بين ناردين وصلاح، بيقولوا إن الشرطة أكيد هتكتشف الجثث اللي في الفيلا، وبالتأكيد هتتكلم الصحافة عن الثلاثة المقنعين. وصلاح كان عنده نظرية. صلاح وناردين كانوا حاسين بالذنب لأنهم كانوا مسؤولين بصورة غير مباشرة عن موت نجوى وصفية ومدحت وصديقه وسواق الأوبر. صلاح لأنه ما قدرش يحمي نجوى وصفية، وناردين لأنها ورطت مدحت وفتحي وسواق الأوبر في قصة انتهت بموتهم. صلاح وناردين كانوا حاسين إن عليهم مسؤولية تجاه رنا وأشرف، إنهم يكتشفوا المجرم المسؤول عن كل الجرائم دي واللي بيحرك الكل حسب إرادته. وبكل حزم وثقة اتفقوا على إنهم يوقفوا الشر اللي بيحصل ده. نظرية صلاح كانت متعلقة بالشقة 207، وإن اللي كانوا فيها مش القرين ولا البابا، إنما كانوا الثلاثة المقنعين، مريم والراجل الكبير والشاب. ومن المؤكد إن هم كانوا عايشين في الشقة دي، وإن هم عيلة من السفاحين. صلاح كان بيعتقد إن الراجل الكبير أبوها والشاب أخوها، وإن مريم قدرت من خلال وجودها في الشقة إن هي توقع أشرف الغندوري في حبها، طبعا من غير ما يعرف إن هي عايشة معاه في نفس العمارة اللي هو عايش فيها، وإن أكيد في سبب يخلي السفاحين دول يمارسوا ألعابهم عشان يقتلوا عيلة أشرف ويتم اتهامه بالجريمة. ومن ناحية تانية شقة 207 كانت فوق شقة رنا، فكان من السهل جدا إن أي حد يتسلل لشقة رنا وجوزها عشان يراقبهم وهم نايمين. كانوا بيراقبوا ضحاياهم عن قرب. مريم فضلت على علاقة بأشرف ل3 سنين، والمدة دي أكيد كان ليها هدف، وبعدها بيتقربوا من رنا وكامل عن طريق مراقبتهم من غير ما يعرفوا. ومش بعيد، لقوا من الممكن والأكيد كمان إن كان في حد منهم عايش معاهم من غير ما رنا وجوزها يدركوا الحقيقة المرعبة دي، من غير ما يدركوا إن في زائر بيجي بالليل في الشقة بتاعتهم. صلاح كان بيعتقد إن في حد بعد ما قتل كامل لبس قناع يشبه وشه بالظبط، ورنا لأنها كانت في حالة صدمة وخوف ما قدرتش تميز بين كامل الحقيقي وكامل المزيف، واختلط عليها الأمر وصدقت إن ده قرين جوزها، وإن في حد أكيد حط فكرة القرين في دماغها عن قصد عشان تفكيرها يتجه تلقائيا لوجود فكرة القرين. ونفس الشيء برضو بالنسبة لفكرة البابا. ابن أشرف الغندوري كان بيقول له إن البابا بيستخبى في أوضته، معنى كده إن هم كانوا بيتسللوا لشقة أشرف كمان، وإن ابن أشرف الصغير كان بيشوف البابا، وممكن جدا يكونوا بيتسللوا للشقة عن طريق البلكونة، أو ممكن يكون في نفق في الجدار بيدخلوا منه. دايما كانوا بيقتلوا، دايما كان في كبش فدا. بس إيه هو الدافع لكل ده؟ دي كانت نظرية صلاح، لكن كانت نظرية مش مكتملة لأنه ما قدرش يوصل للدافع اللي ورا الجرائم دي كلها. ناردين أيدت نظرية صلاح، وإن المجرمين دول كانوا بيقتلوا، وعشان ما يتكشفوش كان لازم يكون في كبش فدا لجرائمهم، وإن هم خدوا على نفسهم عهد بالصمت. وناردين وصلاح سألوا نفسهم مين اللي بينشر الخوف والأساطير؟ مين اللي بيستفيد من كده؟ اللي بينشر الخوف هم عبدة الشيطان. ناردين كانت مقتنعة إن اللي بيحصل ده طقوس سحر أسود بيرتكبها عبدة الشيطان، وإن كبش الفدا جزء من الطقوس دي زي تقديم القرابين، وإن طاقة الحزن والفساد قادرة على استدعاء كائنات زي البعبع والقرين اللي هم من الكائنات القديمة. والعشيرة دي كانوا بيوهموا اللي بيتبعوهم بالخلود، وإن عشان تستدعي كائنات زي البعبع والقرين لازم من القتل وتقديم القرابين من دم الأبرياء من قرايب القتيل، زي أخو رنا ووالدتها، زي أشرف ورنا، زي نجوى وصفية. والمجرمين دول كانوا بيعتمدوا على إن الأساطير لازم تترسخ على إن هي حقيقة في عقول الأحياء. نجوى مثلا كانت بتعتقد إن أبنائها وجوزها رجعوا للحياة تاني.
عشان كده المجرمين دول كانوا لابسين الأقنعة بتاعة جوزها وولادها، وعشان كده أشرف كان بيعتقد إن البعبع قتل عيلته، ورنا كمان كانت مؤمنة بالقرين، وإن كل اللي كان بيحصل من طقوس وقرابين من عبدة الشيطان علشان يحضر البعبع. صلاح كان بيبص لناردين وهو مش مقتنع، فبترد عليه ناردين إن مش معنى كلامها أو مش معنى اللي هما بيعملوه إن القرين أو البعبع هيحضر فعلا، لكن كانت هي دي دوافع القتلة اللي كانوا مؤمنين بيها. عشان كده قطعوا على نفسهم عهد الصمت وقتلوا وأهدروا دم كتير من الأبرياء، وصلاح قتل 3 من المجرمين دول، لكن كان اللي فاضل القائد بتاعهم اللي محدش عارف لسه هو مين. وصلاح وناردين كانوا عارفين إنهم عشان يثبتوا براءة رنا وأشرف لازم يدخلوا الشقة 207 علشان يثبتوا صحة نظريتهم، واتفقوا إنهم يدخلوا الشقة عشان يكشفوا أسرارها. وبيتفق صلاح وناردين مع هشام إنه يساعدهم على دخول الشقة 207، وناردين حكت لهشام كل الأحداث والجرائم اللي حصلت في فيلا نجوى، واتفقوا على إن الميعاد يكون الساعة 2 صباحا. وبتوصل عربية ناردين وصلاح قدام العمارة، وهشام كان مستنيهم، كانوا جايبين معاهم أدوات عشان يقدروا يفتحوا الشقة. وخيروا هشام إنه لو مش عايز يدخل الشقة ممكن بس إنه يوصلهم لحد الشقة وما يدخلش معاهم، لكن هشام اتفق معاهم إنه هيدخل معاهم الشقة. أثناء وجود ناردين مع صلاح في الأسانسير، صلاح بيلاحظ إن هشام انطوائي وخجول جدا، وبيوصل الأسانسير للدور السابع. بيسألهم هشام انتوا ليه ما اتصلتوش بالشرطة، لكن ناردين وصلاح ردوا عليه إن الشرطة أكيد مش هتصدق كلامهم، ومن ناحية تانية كانوا عايزين يلاقوا أي دليل يثبت صحة النظرية بتاعتهم. صلاح وناردين وهشام واقفين قدام باب الشقة 207، وصلاح بيطلع الأدوات بتاعته وبيحاول يفتح الشقة، وناردين وهشام كانوا بيراقبوا الطريق، وبيقدر صلاح إنه يفتح الباب وبيدخلوا الشقة 207. خلونا نتفق إن الأماكن بيكون ليها شخصية، والشقة 207 كان ليها شخصية محدش يقدر ينكرها. كل قطعة أساس كان وراها حكاية، كل ركن كان بيراقبك. الشقة دي كانت غامضة وفيها حاجة مختلفة. وعشان تعرف عزيزي المستمع ليه الشقة فعلا مختلفة، خليني أوصفها لك. كان في شموع في كل مكان، وكان في لوحة كبيرة متغطية بالقماش على الحيطة. الأساس كان متهالك والحيطان متآكلة، اللي كان بينور المكان الشموع اللي كانت فيها. لكن لحظة، معنى كده إن الشقة مش مهجورة. وبتبدأ ناردين تترعش وهي بتتخيل رنا وهي موجودة في الشقة لوحدها، وبتسمع حد بيتحرك في الشقة اللي فوقيها اللي هي 207، وبيحرك الأساس. يا ترى إيه تفسير كل الغموض اللي هي شايفاه ده؟ بيقطع هشام شرود ناردين وهو بيسألها هي وصلاح، تفتكروا إن عبدة الشيطان كانوا عايشين في الشقة دي؟ بتجاوب ناردين من غير ما تتكلم وهي بتهز راسها موافقة لكلامه. بتتجه ناردين للصالة، وناردين بيقع قلبها في رجلها لما بتلمح ظل شخص جنبها بيبصلها. بتلتفت بسرعة، وفي نفس اللحظة دي صلاح بيشوف جسم ضئيل لشخص تاني، لكن هم لاحظوا إن الأشخاص دي ما بيتحركوش كأنهم تماثيل. وبتصرخ ناردين ده كلهم مانيكانات مصنوعين من الشمع، وبتاخد شمعة بتقرب بيها من وش التمثال، وصلاح بيعمل نفس الشيء، وبيبدأوا يفحصوا تماثيل الشمع اللي كانت موجودة حواليهم. بيدخلوا أوضة تانية اللي كان فيها تمثالين من الشمع لراجل وست، وكان في أوضة تانية بابها موارب كان فيها ترابيزة مرصوص حواليها تماثيل لنجوى وجوزها وابنها التاني. هشام وناردين وصلاح كانوا حاسين إن هم في بيت الرعب، تماثيل شمع في كل مكان، وتماثيل لرنا وجوزها كامل. ولما فتحوا باب الحمام لاحظوا إن في ركن في الحيطة متحطم، وإن في فتحة كبيرة. بيدخل صلاح بيحاول يفحص الفتحة، وبيكتشفوا إن الملاعين كانوا عاملين نفق يقدروا من خلاله إن هم يتسللوا للشقة التانية زي شقة رنا وكامل وزي شقة أشرف الغندوري. بيخرج صلاح من الحفرة وبيبص لناردين. بيخرجوا للصالة بيدوروا على هشام، بيدخلوا كل الأوض والمطبخ والبلكونة اللي لقوا فيها تمثال لأشرف الغندوري وجنبه تمثال لهشام. صلاح كان شايف إن كل دي دلائل كافية، فقال لناردين لازم نخرج من هنا. لكن ناردين بتسأله طيب وهشام؟ صلاح قال لها إنه ممكن يكون حس بالخوف وهرب، أو في حد في الشقة اصطاده. لازم نخرج من هنا يا ناردين حالا.
بس ناردين قالت لصلاح لأ، لازم ندور عليه مرة تانية. وفي الوقت اللي كانوا بيتكلموا فيه مع بعض ما حسوش بالتمثال اللي كان في البلكونة اللي اتحرك ووقف على رجليه، وكان ظله ضخم على حائط الصالة. وفي وقت ما كان ناردين وصلاح بيدوروا على هشام، التمثال اللي كان في البلكونة اللي كان وراهم كان ماسك في ايده بلطة ضخمة جدا. وفجأة بتسمع ناردين وصلاح صوت بيأمرهم ينزلوا على ركابهم. الصوت اللي وراهم كان صوت هشام. هشام بيكرر كلامه مرة تانية: نفذوا كلامي وإلا هقطع راسكم بالبلطة. هشام لأول مرة بيختفي الارتباك والتوتر من صوته، كان صوت قوي. هشام متظاهر بإنه تمثال. وهنا ناردين بتسرح في أفكارها، بتفكر تحذير هيتشكوك من الأشخاص الودودين أكتر من اللازم. صلاح بيصرخ في هشام: ليه عاوز تقتلنا دلوقتي وانت اللي لجأت لينا من الأول؟ وفي اللحظة دي هشام بيقول لصلاح: عمركم ما هتعرفوا الحقيقة، هتموتوا من غير ما تعرفوا الحقيقة. وبيرفع البلطة لفوق، بس صلاح بيدفع ناردين لبعيد وبيندفع بسرعة علشان يحضن هشام ويقعوا هما الاتنين على الأرض. وبيمسك صلاح بالبلطة وبيضرب هشام، بس هشام قدر يتغلب عليه، بياخد البلطة عاوز يضرب بيها صلاح. ناردين رفعت التلفزيون ونزلت بيه على راس هشام اللي اتهشمت راسه تماما وبيموت. ناردين بتلاقي ورق أو مذكرات بخط هشام، وهقرا لكم دلوقتي اللي كان مكتوب في مذكرات هشام الأصبجي: لقد تمدن الإنسان كثيرا، نحن نحيا في عالم بلا خيال ولا إبداع. اندثرت حكايات الأجداد، ولم يعد أحد يستمع لحكايات الأسلاف حول النيران في قلب الصحراء. أصبح البشر جميعا كالآلات، غايتهم الوحيدة جمع الأموال والتظاهر بأنهم مثل الآخرين في مجتمعهم. أصبحت المادة هي الأساس لكل شيء، ولكن كل حين وآخر يحدث شيء يجعلك تتساءل: أين اختفت عروس الأسكندرية في السبعينات؟ هل كانت ريا وسكينة سفاحتين حقا أم مناضلتين ضد الاحتلال الإنجليزي؟ ما هو سر كوابيس قصر البارون؟ الإجابة بسيطة للغاية يا سادة. في القدم كانوا يقدمون القرابين للأصنام وهم يرقصون عراه حول النيران ويحرقون الساحرات. الآن تحول الأمر لعلم النفس والتفسيرات الحضارية. الحقيقة ثابتة ولم تتغير: اللاوعي البشري، هذا الجزء المسؤول عن الظلام بداخلنا. تلك هي الإجابة. لقد نشأت لأجد والدي ملحدا وأختي وأخي كذلك. كنا دوما عائلة مختلفة. البشر العاديون سيقولون إننا عائلة مضطربة، لكننا بكل بساطة مختلفون. والإنسان يهاب ما لا يفهمه، منذ خروج رجل الكهف ورميه للأحجار صوب القمر عند رؤيته للمرة الأولى. نعم، نحن نخاف ما لا نفهمه، وأنتم ستخافونني. أبي كان يشرب كثيرا. كلا، لم يكن يشرب الخمر، كان يشرب الدماء، دماء كل تلك الحيوانات التي كان يحضرها لبيتنا القديم في شبرا قبل أن ننتقل، وكان يستحم عاريا في تلك الدماء ويجعلنا نفعل نفس الشيء، ثم يحكي لنا عن الأسلاف وعن الرطاش. العامة يلقبون الرطاش بالبعبع والقرين وأسماء عدة، لكن هذا هو اسمه الحقيقي، هو الرطاش، سيد الظلام والموت. أبي أخبرنا أن جده نقل له أسرار الرطاش عبر كتاب النيكرومانسي، كتاب أسرار الموتى، في السحر الأسود الذي تعلمته من أبي. يجب على النيكرومانسي التهاب أجساد الموتى لمعرفة أسرارهم قبل أن يكتبها في الكتاب. هذا الكتاب يحمل أسرار التاريخ بأكمله، ولكن عليك أن تصدق في البداية قبل أن تقرأ. وأنا آمنت وصدقت وقرأت. وعندما أخذ أبي وإخوتي نذير الصمت أصبحت أنا القائد لهم، ليس فقط لأني الوحيد القادر على الكلام الآن، ولكن لأني الأذكى والأشجع. فبعد كل شيء أنا الذي قتلت أمي عندما لم تواتي أحدا منهم الجسارة لفعل هذا. قدمتها قربانا للرطاش وأصبحت آخر بعدها، كأن جزءا منه أصبح بداخلي. شعرت بأني حر، وللمرة الأولى في حياتي شعرت بأني سعيد. لاستدعاء الرطاش عليك سفك دماء الأبرياء وتدمير أسرهم. كلما اشتدت طاقة الحزن ازدادت قوته، ولكن أختي فشلت في مهمتها. قضت أعواما تحاول التلاعب بعقل أشرف الغندوري ليقتل أسرته. حينئذ كان سيتمثل لنا الرطاش في هيئة أشرف ويقودنا للخلود، لكنه لم يفعلها، وهكذا كان علينا التدخل. فتكنا بأسرته ولفقنا له التهمة. ثم رأيت أوسيليا جارتي التي وقعت في حبها.
لطالما عشقت الانسلال لشقتها ومراقبتها وهي نائمة كالملائكة. أحيانا كنت أكسر على الاقتراب، وقبل أن نقتل زوجها ألهمتها أنا بفكرة القرين، وجعلتها تعتقد أنها صاحبة الاكتشاف، ومثلها مثل أشرف آمنت هي بالمجهول بالرطاش. ولشدة ما كان أخي موهوبا عندما ارتدى قناع زوجها الشمعي وتظاهر بأنه هو في الليلة الأخيرة، ولم تستطع هي تمييز أنه ليس زوجها بسبب وهنها. تلك هي قوة الخوف القادرة على استدعاء الرطاش. وبعدما قتلنا أخاها وظللنا نخيف والدتها حتى توقف قلبها، لم يبقى أمامنا سوى والدة الزوج. لكني بشر، وقد أحببت أوسيليا. ملحوظة: المقصود بأوسيليا رنا مرات كامل. وقد أحببت أوسيليا، أردتها لي. لا تحكم علي كثيرا أيها الرطاش العظيم، الحب قد أودى بعقل قيصر من قبلي، فلا تكن قاسيا في الحكم علي. أردتها لي، وطلبت مساعدة تلك الكاتبة والمحقق ليثبت براءتها. كان الأمر ممتعا، التحقيق معهما في جريمة أنا مرتكبها، لم يكون ليمثل خطرا حقيقيا بالنسبة لي على كل حال، فأنا في حماية الرطاش العظيم. لقد قدمنا القرابين، ولا يوجد أمامنا الآن سوى انتظار قدومه، هذا الذي يعيش بين الظلال. لقد تلاعبنا بهم ونشرنا الخوف في قلوبهم، وأيقظنا الجزء المسؤول عن التصديق في عقولهم قبل أن نقتلهم، وهذا هو قربانك يا سيد الظلام. جزء حديث من مذكرات هشام الأصبجي، بيقول فيه: لقد قتلوا عائلتي، تلك الكاتبة والمحقق. أنا وحيد الآن أتذكر ضحكات أختي وأخي وهما يصنعان تماثيل الشمع، ونظرات والدي الفخورة تجاهنا. نحن موهوبون بحق، تلك التماثيل والأقنعة متقنة الصنع. لم يقدر أحد موهبة والدي التي ورثها إلينا عندما طردوه من المسرح واتهموه بأنه مخرج مخبول، لكنه كان يخرج مسرحيته الأخيرة، وأنا كنت بطلها، مسرحية الرطاش. وها أنا ذا الآن أجلس باكيا في شقتي الوضيعة التي أخذتها كواجهة لبيتنا الحقيقي في نفس البناية. لقد قتلوا عائلتي بعدما صنعنا كل تماثيل الشمع لضحايانا لنهبهم الخلود بعد موتهم. والآن تلك الكاتبة اللعينة، إن انتقامي سيكون مهولا، ولكن بعد أن يثبتوا براءة أوسيليا ويأتوا بها إلي. إلى ذلك الحين سوف أبقيهم على قيد الحياة، وأحاول التغلب على هذا الهاجس الغاضب بداخلي الذي يدعوني مرارا وتكرارا لقتلهم. صلاح وناردين قدموا مذكرات هشام للنيابة، وقدروا يثبتوا إن هو اللي ورا كل الجرائم الشنيعة اللي حصلت وحوادث القتل، واطمنوا إن أشرف الغندوري ورنا هيتم إطلاق سراحهم وبراءتهم من التهم المنسوبة ليهم. رنا بتخرج من المصحة، وناردين نصحتها إنها ما تستسلمش للحزن والعزلة وتبدأ حياتها من جديد. وناردين كانت بتتناقش مع صلاح في حالة هشام، وإزاي إن كل الشر ده كان مسيطر عليه. هشام للأسف كان مريض نفسي، وتعرض لطفولة بشعة وغسيل دماغ من أبوه اللي أجبره على إنه يقتل أمه وهو مراهق. الأب هو أصل كل الشرور في العيلة. هشام وعيلته كانوا بيعبدوا قوى الشر. وبتنتهي الحكاية برجوع ناردين لبيتها، وبتشغل موسيقى، وبتمسك رواية عشان تقراها، وبتفتكر مدحت وفتحي وسواق الأوبر وهي شعرة بالألم ناحيتهم، وبيتم الإفراج عن أشرف الغندوري. وبكده تنتهي حكايتنا مع القرين. أتقابل معاكم قريب في حكايات تانية ممتعة ومثيرة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس وعلامة الإعجاب، وإلى اللقاء في حكايات تانية قريب إن شاء الله.